بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبنا؟ النهارده هنعمل معاكم السمك مشوي في البيت بنفس الطريقه اللي انا هنقول لكم عليها، كويسه خالص وطعمها جميل. معانا طماطميتين مقطعين وفلفل بارد وفلفل حامي وبصل مقطع بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها، معلقه توم كبيره وجزر مبشور وعناصر ليمون وملح وكزبره وخل، وهنقلب كل المكونات مع بعض. وهنجيب السمك المنطفيني وهنحشيه الخلطة دي من جوا زي ما انتم شايفين اهو. هنقفل كويس عليها ونركنها، وبسكينة حامية تفتحيه مرتين كده عشان يستوي كويس من جوا. وبعد ما خلصنا السمك هنجيب طبق فيه ردة وهنغطي كويس السمك، وهنجيب صينية او ساج وتحطي عليه، ولو عايزة تحطي على كده على الفرن، على الساجة بتاعت الفرن حطيها، والفرن تكون حامية زي ما انتم شايفين اهو النار. وهنجي لأهم خطوة في شوي السمك، هنجيب صينية وهنحط فيها الباقي من الخلطة اللي حطيناها جوا السمك، هنحط نص معلقة توم ومعلقة جزر مبشور، وهنحط خل وليمون، وهنحط مية دافية. لازم المية تكون دافية، ما تحطيش مية ساقعة، وتزودي الخل والليمون برضو يكون كمية كويسة. والسمك وهو سخن اول ما يطلع من الفرن هتحطيه في الخلطة اللي عملناها دي، شايفين على طول وهو سخن تحطيه لمدة 5 ثواني كده وتطلعي على طول. واهم حاجة يعني الخلطة دي توصل لكل حتة في السمك. وهذه شكل السمك النهائي بعد ما خلصناه. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.